تعالوا كده اما نشوف عم شكشك عايز ايه. ايه يا مصر، ايه يا ام الدنيا، ايوه يا عم شكشك، اؤمر في حاجه. ايه يا 400 الف سنة يا ابويا، اجل يا رجال. دي الطيارة المسيرة جت يا ابويا وحذرت يا ابويا في دمياط. والنبي طب انا عايز الناس اللي هي بتتكلم يعني وتقول لي انت بتعمل فتنه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب اتفضل، يعني احنا الواحد لما بيكون حد صغير غلط بنقول له ليه الكبير نرد عليه. طب ده نعمل معاه ايه؟ ها، قولوا لي وانا موافق على رايكم. في سمينة التخزين يا ابويا غاز امريكية. وين الدفاع القوي بتاعكم يلا؟ لا ما هو ساعتها كان عندكم في البيت. يا منطقة نايم الدفاع القوي. ما انتوا بتقولوا ده بيه لو زبانة ولا ناموسة عدت كده من فوق الأجواء المصرية الدفاع القوي هيجيبها. ايه يلا، اللي عنده فول وطعمية طلعت عنده قواعد أمريكية. اه ده راجل شايب وعايب يعني. والله العظيم ثلاثة أنا ما عارف أقول له إيه. بس هي طريقة كلامه مضحكة جدا. يلا. يتكلموا انه احنا في عندكم في الخليج وكذا وكذا وكذا. مين دخل اللايف توقع؟ منو؟ مين دخل معانا في اللايف؟ نفرتيتي. قرا اسم نفرتيتي، قرا اسم نفرتيتي قام يسبسب ويلعن ويقعد يسب ويقعد والله نفسي أفهم هي البت نفرتيتي دي إيه؟ أنت يا بنت يا نفرتيخي، أنت واسعة أوي كده، أنت ما بتشبعيش؟ أنت لاجئة في كل مكان شوية؟ يا بنتي مش إحنا لسه مروقينك إمبارح مش لسه مكفيينك؟ عايزة إيه تاني؟ هم يبون واحد كذي ما يحترمهم، اما اللي يحترمهم دائما يسوون له، لان هم المصريين اذا ما تدوسه ماكو فايده. وأنت يا سلامة يا ابن أم سلامة الواسعة، عندك حد يقدر يدوس علينا؟ عايزه رجاله دي؟ انت عندك الرجاله دي اصلا؟ بصوا يا جماعه، بغض النظر عن الصوره اللي هم عاملينها، طبعا اللي انا جايب حته منها يعني صوره مسيئه جدا للشيخ محمد متولي الشعراوي، ده رمز من رموز مصر يعتبر، تمام؟ فمحدش يجي يقول لي انت بتعمل ايه ولا بتغلط في ايه تاني، الله يخليكم يعني. كفايه كده، هم جابوا اخرهم معايا. شنو اهميه مصر؟ وشنو هل العلاقات، توطين العلاقات مع مصر يعني شيء مفيد؟ هل احنا راح نستفيد منه؟ هذا اللي ودي اعرفه انا. هل احنا لما نسوي علاقات قويه مصر ونترك باكستان ونترك اندونيسيا؟ اقول لك انا يا سلامه يا ابن الحيحانه، طبعا بتستفاد من المصريين ان احنا بنزود النسل بتاعكم، بنكفي حريمكم، ما بنخليهمش كل شويه يقولوا لكم يا عوله يا اللي مالكوش لازمه يا خرفان يا خنازير، ما بنخليهمش يخرجوا بره كتير يدوروا على اجانب عشان يكيفوهم ويظبطوهم. ده اللي انت بتستفادوا من المصريين. طيب انت كمصري شنو كنت تقدر تقدم لي؟ قدمت لك اخ من الست الوالده. ابغى رايك في انظمه الدفاعات الجويه المصريه وانظمه الرادار. ابغى رايك في منظومه كامله. وانت ايه اللي دخل اهلك يعني؟ انت مالك انت ومال وزاره الدفاع المصري يعني؟ انت راجل خروف سعودي، انت مالك ومال انظمه الدفاع المصري؟ طب تعالى اوريك انظمه الدفاع عندك. يلا يلا الى الباب اسرعوا. يلا يا جماعه اركضوا اركضوا، غطوا وجوهكم لا اشوف شيء. يا مسلم ارجعوا للداخل زجاج. اما تقدر تحمي بلدك وحياة امك ابقى تعالى اتكلم. وسعكه وياكلوا تعابين ودب، ياكلوا تعابين وفيران. عرفت شلون؟ انت عارف بتوع الصعقه اللي مش عاجبينك دول لو لمحوك ومرجحوك يعني هيحملوك في 4 توائم. ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش يعني هم هيعملوها معاك ازاي، انا مش عارف صراحه انا مصدوم من المصريين صراحه. بي والله مصدوم حيل منهم يا اخي. ليش ما يطلعون قسط عندك كايدهم؟ شو مسوي كايدهم؟ قايل لهم شيء كايدهم انت؟ لا غلبان. يا سلامة يا حبيبي، هي ام سلامة مديانا فرصة ان احنا نطلع جستات ولا بتاع؟ ده ما بتشبعش يعني. شاروقة يا عم الحاج شغالة عاملة زي حلة المجاري عمالة تبلع، ما بتشبعش يعني. مش مديانا فرصة ان احنا نطلع معاك جست يا سلام. بيتكلم والله غبي. غبي غبي يعني، من ناحيه غبي اسالني هنا. الناحية دي انا معاك يا سلامة. لما تيجي تسألوا على الغباء اسألوا سلامة. اصل المصري اللي خد ورا مصنع الكراسي اتغاب عليه شويتين 3 فهو عمل له شرخ كده. مصر الجيش المصري ده حاميه الحين الجيش السعودي، الطيران السعودي حامي مصر. الجيش السعودي ولا حامي مصر؟ والنبي يا جماعة حد يجيب له شخرة بالكهرباء عشان انا مش فاضي.
الجمهورية المستعربة دي، فيا اخوان ان صرنا نحميهم. هم بيقول نحمي العالم، نحن اقوى جيش في المنطقة. الله، اقوى جيش في المنطقه بصراحه بهزة يا. اقوى جيش صرنا نحميهم منه. فين اقوى جيش؟ يا جيش الجمبري والبطاطا. احنا بناكل جمبري فوسفور كتير عشان نعوض اللي حريمكم بيعملوه فينا. جيش الكفتة. احنا حاطين للمدام بتاعتك كام صباع منه. ايه شفت ده؟ الفانيلا الحمالات؟ فين مين؟ شفت الفانيلا الحمالاتها؟ تصدق فكرتيني، وانا اللي كنت عمال اقول في فانيلا من عندي ناقصين. معلش والنبي بقول للمدام بتاعتك تجيب الفانيلا، اصلا انا نسيتها هناك عندها. بس قبل ما تجيبها معلش خليها تغسلها، اصل هي لمستها بايديها، وطالما لمستها بايديها بتبقى اتوسخت وانا بقرف بصراحه. فخلي المدام بتاعتك تغسلها وتبعتها لي، ماشي؟ شفت الفانيلا الحمالات اللي لابسينها؟ لا لابسين فانيلا حمالات. حطينا في فستان مقصود خرنبات. ولنا لقاء اخر مع ولاد الرايات الحمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.